وصفة للفطار تجنن، سهلة وسريعة وفي 5 دقايق بالظبط، خفيفة ولذيذة جدا وهتنسيكم كل وصفات الفطار التانية. معايا تفاحية واحدة تكون حجمها صغير، يعني أصغر تفاحية عندكم. هنقشرها وهنبشرها بالمبشرة زي ما انتوا شايفين كده، ونشيلها على جنب على ما نجهز بقية المكونات. هنحتاج بيضاية، وهننزل ورا البيضاية بمعلقة كده من الفانيليا، نص كوباية من الزبادي، 3 معالق من الزيت، 3 معالق كبيرة من السكر. وهنضرب كل المكونات دي مع بعضها ونخلطها كويس جدا. وهنحتاج كمان ربع كوباية من اللبن الحليب، وهننزل عليهم بالتفاحة اللي احنا لسه بشرينها. نقلب كل حاجة مع بعضها. دي بذرة تفاحة، بصوا بذرة فشلتها، مش حاجة تانية، اتبشرت بالغلط. وهننزل عليهم بكوباية وربع من الدقيق، وطبعا الدقيق ممكن يزيد او يقل عن كده على حسب نوع الدقيق، راقبوا القوام في الاخر. معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ورشة ملح، ورشة من القرفة، طبعا رشة القرفة اختيارية اكيد. نقلب بقى كل حاجة مع بعضها ونخلط. لقيتوا قوام الخليط خفيف، زودوا معلقة دقيق. لقيتوه تقيل زيادة، زودوا حليب، ولكن القوام بيكون سميك وتقيل زي ما انتوا شايفين كده، يعني حتى مش قابل للسكب بسهولة، لا يعني هنغرفه تقريبا. هو ده القوام المطلوب. طاسة يفضل طبعا غير لاصقة، ونديها دهنة زيت كده بقى محترمة. وبستخدم الايس كريم سكوب دي علشان تسهل عليا، لان هو يعني تقيل شوية، فبقدر ان انا اغرفه بيها واطلعه منها بسهولة. طف صينية كده وظبط شكلها. أول ما تاخد لون من تحت نقلبها على الناحية التانية. طبعا الطاسة تكون هادية، يعني الحرارة تكون هادية مش متوسطة، حتى هادية، لأنها كمان خلي بالكم بتسخن بعد شوية. أنا هنا حسيت إن شكلهم مش عاطفي مش شاعري، ما انبسطتش فاستخدمت الحلقات دي علشان خاطر أديهم شكل حلو كده، يبقى شكلهم مدور شوية، لأن هي عشان فيها تفاح مبشور فشكلها بيطلع ملخفن شوية. المهم تاخد لون من الناحيتين، والمهم إن الحرارة تكون هادية علشان تستوي من جوه، ما تبقاش واخده لون من بره ومن جوه مش مستويه. واخر حاجه بنديها رشه من السكر البودره وبس كده. بصوا بقى شايفين من جوه عامله ازاي. عايزه اقول لكم التفاح، قطع التفاح المبشوره دي تجنن تجنن، مدياها قطمه وطعم كده مختلف، فعلا لذيذ. على فكره خلصت ما فضلش منها ولا واحده. وبس كده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تجربوا الوصفه وتقولي رايكم فيها، ونزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك. واشوفكم ان شاء الله المره الجايه فيديو جديد.